بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. الاتحاد الأفريقي يوافق على طلب الزمالك. وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي إلى الأراضي المصرية بدلا من خوضها على أراضي دولة موزمبيق. اللقاء المقرر له يوم 12 يناير القادم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وبعد أن توصل الزمالك لاتفاق مع الفريق الموزمبيقي على خوض اللقاء في القاهرة، تمت مخاطبة الكاف الذي وافق على هذا الأمر، وتم نقل اللقاء إلى القاهرة. وبالفعل تلقى الزمالك منذ قليل خطاب رسمي بالموافقة على نقل اللقاء إلى القاهرة بعد الحصول على موافقة الطرفين. والله يا جماعة، الخبر ده كويس إن نادي الزمالك خاطب الفيفا وبعد موافقة الجانب الموزمبيقي إن الزمالك يلعب مباراته اللي هتكون في موزمبيق مع بلاك بولز يلعبها هنا في مصر. وده شيء هيريح لعيبة نادي الزمالك، هيريحهم من حيث السفر والمروح والمجي والكلام الفاضي ده اللي انت بالكم فيه. الزمالك إن شاء الله كده كده بإذن الله تعالى هيوصل من في دور المجموعات. فطبعا المشاوير دي هتبقى متعبة لنادي الزمالك. فطبعا الزمالك يكون خاطب الفيفا وخد موافقة الجانب الموزمبيقي، فده شيء كويس هيريح اللعيبة. بس كده كده إن شاء الله الزمالك واصل، وإحنا برضك بنتمنى إن المصري يوصل مع الزمالك. مفيش أي مشكلة، وبالتوفيق للفرقتين إن شاء الله في الكونفدرالية الأفريقية. شروط الأهلي لبيع القندوسي ضد لوائح الفيفا. في مفاجأة من العروض الثقيل، بدأ النادي الأهلي يدرس بقوة وضعا شروطا تعجيزية لبيع أحمد القندوسي نجم الوسط المعار إلى سيراميكا كليوباترا لقطع الطريق أمام انتقاله إلى الزمالك مستقبلا. وتعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لضغوط كبيرة في الساعات الأخيرة من الجماهير للتحرك لتجنب شبح الرحيل القندوسي إلى الزمالك في حال بيعه إلى سيراميكا كليوباترا مستقبلا. وأوصت لجنة التخطيط في الأهلي بوضع بندا في عقد سيراميكا والأهلي حال بيع القندوسي للأهلي يتمثل في منع انتقاله لأي نادي آخر في مصر، ووضع الأولوية فقط للأهلي مقابل نفس القيمة المالية التي سيتم بها بيع القندوسي لهذا الفريق. وعرض سيراميكا في وقت سابق مبلغ 600 ألف دولار لحسم صفقة شراء أحمد القندوسي، في الوقت الذي لا يزال أحمد القندوسي مترددا في قبول العرض ويرغب في الانتظار لنهاية الموسم. ويرى القندوسي أن أمامه عدة خيارات في نهاية الموسم، أبرزها إجبار الأهلي على عودته وقيده في القائمة، أو الاستغناء عنه بشكل ودي وانتقاله لأي نادي آخر، أو الاحتراف في الخارج، خاصة في ظل البحث عن عقد احتراف خارجي. في الوقت نفسه وضعت إدارة الأهلي هذه المعطيات في الحسابات خلال التعامل مع ملف القندوسي، منع الانتقال أحمد القندوسي مستقبلا لأي نادي سواء الزمالك أو بيراميدز حال رحيله من الأهلي. وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك قد شاهد اللاعب في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وأشار بضرورة التعاقد مع اللاعب، حيث أن كريستيان جروس أبدى إعجابه التام بمستوى اللاعب في المباراة، وطالب على الفور من إدارة نادي الزمالك بشراء اللاعب. بصوا بقى يا جماعة، بالنسبة لموضوع القندوسي وكلام من ده، احنا ما نتكلمش على شيء. مستوى القندوسي مستوى لاعب مميز فعلا، والزمالك كان احنا اتكلمنا في بداية ما كان بيدور على انه يتعاقد مع اللاعب الجزيري، هو الزمالك اول من فاوض اللاعب. بس الاهلي طبعا بحكم ان هو بينط على اي صفقة بيحاول ياخدها ويبوظ على الفريق اللي هو بيفاوض اللاعب. فطبعا هو فاز بخدمات اللاعب احمد القندوسي وقتها. طبعا هو اللاعب جه وراح الاهلي، وطبعا هم عرضوا له البيع بعد ما فتش سرهم بالبلد كده، وقال عليهم ان هم مثلا في امور بتتعمل من تحت الترابيزه. فطبعا هم دلوقتي عايزين يبيعوه ويمشوه. فطبعا هم مش عايزين الزمالك ياخده عشان ما يتألقش وكلام من ده، وطبعا الجماهير بتاعتهم تصب جام غضبها على النادي وعلى إدارة الأهلي. فطبعا الزمالك كده كده ما يحاولش في اللعب، لأن كده كده سيراميكا برضك ميولها أهلاوية، فكده كده مش هيسيبوه للاعب. حتى لو الأهلي عمل معاهم اتفاق أو ما عملش، هم كده كده مش هيسيبوه للزمالك. وبالتوفيق إن شاء الله للزمالك في أي لاعب آخر. الخبر ده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.